السلام عليكم متابعينا في كل مكان. الفيديو ده هنأكد ان دورنا مش ان انت نستورد بس من مواقع الكورية، ولكن الفكرة بتاعتنا بدأت الحمد لله تلاقي قبول مع التجار المحترمين في كوريا، سواء مصريين او غير مصريين، وبدأوا فعلا يعرضوا سياراتهم من خلال الجروب. طبعا انا هعرض السيارات اللي هم بيبعتوها في فيديوهات متوالية والتقييم لحضراتكم. في الفيديو هعرض لكم اجزاء من الفيديوهات الفحص اللي جات لي للسيارات، وحضرتك تقدر تقيم بنفسك. واذا كنت عايز اي تفاصيل عن العربية اكتر، انا هذكر العربية وسعرها. التفاصيل بالكامل هتكون ان شاء الله من خلال التواصل الخاص على الجروب التليجرام او التواصل خاص معايا انا شخصيا، وباذن الله هديكم تفاصيل العربيات بالكامل والتقييم لحضراتكم. وبداية نشكر الاستاذ ابو مؤيد اول من بادر بارسال مجموعة السيارات دي باسعارها، وانا شايف انها مع الوقت الحالي ممكن تكون اسعارها مناسبة لناس كتير، باعتبار ان الاسعار بقت غالية جدا في الوقت الحالي. ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب والدعم في القناة حتى يمكن الاستمرار. نروح كده مع بعض للفيديوهات ونبدأ نشوف كل عربية ومواصفاتها. اول سيارة معانا عربية كسري 2013. زي ما حضراتكم شايفين العربية، هشغل الفيديو. العربية فول اوبشن كاملة، فتحة سقف تمام. العداد بتاعها 128 ألف كيلو. السعر بتاعها داخل كوريا، نشوف بس العربية الأول وهقول لكم السعر في بعد ما نشوف العربية. طبعا أنا بحاول أعرض جزء بسيط من الفيديو، لكن بقية الفيديوهات الفحص بتاعتها متاحة إن شاء الله من خلالنا. نشوف العربية. العربية ما شاء الله من بره اللون الأبيض ما فيش فيها أي مشاكل، واضحة جدا. اللي نمر عليها زي ما احنا تعودنا ان قلنا العربية بتكون بنمر ان شاء الله، والشنطة بتاعتها نظيفة ما فيش أي مشكلة. تمام مفيش اي مشكلة. احنا بنحاول بس اطمن الناس. العربية من الداخل شكلها نظيف، من الجزء الامامي رقم الشاسيه طبعا واضح جدا في الفيديو، عشان برضو الناس اللي بتبقى خايفة. احنا اتفقنا مع في مبدأ من الجروب ان ما نشتريش غير الحاجة المناسبة اللي سعرها كويس. زي ما قلت لحضراتكم العداد بتاع العربية 128 ألف كيلو. هوضح العداد، أظن واضح في الصورة جدا، واضح الرقم بتاعه 128 ألف كيلو أهو العداد تمام 128 ألف. طيب سعر العربية دي هيكون كام؟ سعر العربية دي في كوريا طبعا هيتفضل لحضرتك الشحن والجمرك. الشحن دلوقتي في كلام بقى متغير فيه، انا اعلنا الكلام ده على الجروب امبارح ان زاد ل 1300 1400 دولار دي بتاعتك. الجمارك هتدفع انت على حسب اوبشن العربيه. العربيه موديل 2013 السعر بتاعها 7600 دولار في كوريا، واكد تاني 7600 دولار. تقدر حضرتك تقارن السعر باسعار انكار والكلام ده، هتلاقيها ان شاء الله بالنسبه للاوبشن بتاعها سعرها رخيص ومعقول، اقل من الفئه بتاعتها الحمد لله. والتقييم طبعا لحضراتكم، انا ما بفرضش اي عربيه، التقييم لحضراتكم. العربيه الثانيه اللي معانا اتش دي 2007، هيونداي افانتا اتش دي 2007. نشوف العربيه مع بعض. صورة من الداخل نظيفه هتشوفها دلوقتي. العربيه مناسبه جدا، وخصوصا ان سعرها بالنسبه للاتش دي معقوله. نشوفها مع بعض كده من الخارج، تقدر تقيم حضرتك بنفسك. وزي ما قلت فيديو الفحص موجود بالكامل، تقدر ان انا ارسله لك على الخاص.
العداد بتاع العربية 161,000. التقييم لحضراتكم. نشوف كده الشنطة بتاعتها. معقولة الشنطة، مش شايف فيها أي مشاكل بالنسبة للشغل. طبعا هي يعني احنا قلنا قدامنا المسار الأول إنكار، المسار الثاني التجار ان برضه يعرضوا عندنا في الجروب، وان شاء الله يكون للجروب وضع كويس. المسار الثالث هيكون المزادات باذن الله. يعني كل المسارات نمشي فيها بحيث ان كل واحد يقدر يجيب سيارته بالسعر المناسب باذن الله. فرش العربيه من جوه، لو ملاحظين العربيه نظيفه من جوه، ما فيهاش مشاكل كتير. الفرش نظيف حتى، يعني شكل اللي كانت معاه كان محافظ عليها كويس. واضح كل حاجة في الفحص. والفيديو فيه فيديوهات تانية موجودة للسيارة، وأي تفاصيل طبعا من خلالنا إن شاء الله تقدر تلاقي تفاصيل العربية بالكامل. زي ما قلت العداد بتاعها 161,000. طيب السعر بتاعها كام؟ 3,950 دولار. طبعا كل الأسعار دي موجود في كوريا، يعني ملهاش علاقة بالشحن ولا بالجمارك. اي تفاصيل ان شاء الله من خلال 3,950 دولار. تالت عربية معانا هيونداي اكسنت سيلفر موديل 2012. شغل العربية كده ونشوفها مع بعض. العربية انا شايف سعرها حلو والله بالنسبة للاسعار المقارنة حاليا، والعداد بتاعها برضو معقول. زي ما حضراتكم شايفين نقدر تقيموا العربية بنفسكم، وهقول سعرها طبعا في النهاية. عدتها 129,000 كيلو. الجنطة طبعا زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله ما فيهاش مشاكل كتير. تقدر حضرتك تشوف كل تفاصيل العربية من خلال الفيديوهات المتاحة لدينا. وبرضه لو عايز تتواصل مع التاجر انا ما بعترضش، عادي ممكن اوصلك بالتاجر دايركت، وان شاء الله الراجل يكون له تعامل معانا باذن الله، وتوصل عربيات الناس لمصر. والمناسبة في مكاتب هو بيتعامل معاها في مصر، يعني تقدر حضرتك تكتب التعاقد مع مكاتب. هو حدد لي اكتر من مكتب ان هو ان شاء الله يتعاملوا مع الجروب، وانا كلمت البعض منهم والناس رحبت جدا بالفكرة. يعني ان شاء الله باذن الله نقدر نوفر للناس كل اللي هم عايزينه. العداد واضح هنا جدا اهو. طيب سعرها كام العربيه؟ سعر العربيه 3,450 دولار. اما نحسب العربيه دي نقول الشحن بتاعها 1,300 كمان، هجمله على 3,450 حوالي 4,750. والجمارك يعني تخش في 5,000 دولار. 5,000 دولار النهارده بيخشوا مثلا في رينج 250,000. يعني مناسبه بالنسبه للاسعار اللي انا بسمعها دلوقتي، لان ناس كتيره بتكلمني الرينج ده هو المتاح معاهم. ده اعتقد انها تبقى ممكن مناسبه لناس كتيره في الوقت الحالي. العربيه اللي بعد كده ام دي 2011. العربية شاشة تمام، عداد 72,000 كيلو. نشوف العربية كده. لون أبيض طبعا مميز، في ناس كتيرة بتحب اللون ده. شوف العربية من الخارج. اللي ليه أي ملاحظات يا جماعة يا ريت يكتب لي في الكومنتات ويكتب لي في التعليقات. ربما يكون في خطأ من عندي، يعني أنا برضو احنا بنقول احنا بنساعد بعض. انا بوجهة نظر انا شفت العربيات دي كويسة وممكن تمشي اسعارها مع الناس. ممكن الناس مثلا حد يشوف حاجة انا مش شايفها. اتمنى احنا بنساعد بعض ونتعاون مع بعض ان افضل حاجة. شنطة انا مش شايف اللي فيه ده على فكرة، مش صدى ده عادي يعني وساخة مش مشكلة. يعني في اللي هو السيليكون اللي بقى ملزوق ده. ونشكر برضو تاني بنأكد تاني بالشكر للأستاذ أبو مؤيد إن راجل تعاون مع الجروب. وإن شاء الله في خلال الفترة الجاية هحاول يكون معانا أكتر من تاجر يعرضوا شغلهم من خلال الجروب.
دي هتسهل على ناس كتيرة في الاختيار، وتسهل علينا ان نلاقي عربياتنا بسرعة ان شاء الله. كل اللي عايز عربية يلاقيها بسرعة بإذن الله، وبالأخص من ذوي الهمم. زي ما قلت العداد بتاع العربية دي 72,000 كيلو، عشان ما اطولش بس عدادها 72,000 كيلو. طب سعرها 3900 دولار. سعر 3900 دولار داخل كوريا. هيزيد عليهم الشحن، يزيد عليهم الجمرك. العربية اللي معانا بعد كده عربية ام دي 2012 سيلفر. شوف العربية كده مع بعض. كل عربية ولها مميزاتها. ووقت الشراء احنا بنشتري عربيات مستعملة. اولا بنحاول نجيب افضل حاجة، تمام، لكن مش كل اللي عايزينه في المستعمل بنلاقيه. يعني المواصفات ممكن نلاقي حاجة رشة، ممكن نلاقي حاجة مغيرة. احنا قلنا حاجات بسيطة ممكن تكون مغيرة مش مؤثرة في العربية، ممكن اختارها، مفيش مشكلة. ام دي 2012 سيلفر. العداد بتاع العربية دي 165,000 كيلو. تقدر تشوف تفاصيلها برضو هنا، الشنطة هي مفيش مشكلة خالص. اذا في اي ملاحظات زي ما قلت لحضراتكم اتواصلوا معايا وعرفوني حتى في الكومنتات بتاعتكم، العربيه فيها كذا، انت نسيت كذا، انت غلطت في كذا. وارد جدا الخطا منا يا جماعه، كلنا بنساعد بعض، واتمنى ان احنا ندعم بعض بجد. احنا فكرتنا من الاساس احنا مش خبراء عربيات بالقدر اللي بيخلينا يعني نشتري. احنا لا، احنا بنقول لو ندعم بعض، وفي الاخر كل واحد يجيب عربيته على خير ان شاء الله. العربيه بالمناسبة مش بصمة، العداد بتاعها 164,000 اهو، قلنا 165,000 تقريبا. طيب سعر العربية دي كام؟ سعر العربية دي 4100 دولار. سعر العربية في كوريا 4100 دولار. بأكد تاني السعر 4100 دولار. فاضل لها الشحن على حسب السعر بقى، على حسب ما سمعنا بقى 1300، وجمرك العربية زي ما يطلع بالجنيه المصري، وتوصلك عربيتك على خير. العربية اللي بعد كده عربية ام دي 2012 اللون الابيض. نشوف العربية مع بعض. العداد بتاع العربية دي 152,000 كيلو. العداد 152,000 كيلو. طبعا مسار العربيات ده اغلبها بيكون من مواقع المزادات او من الاسواق في كوريا او من الشخص نفسه، تمام. والله الراجل اقسم ان هو مكسبه في العربيه بيكون بسيط جدا يعني. له الشكر طبعا وله كل التقدير مننا. ان شاء الله العربيات تكون مناسبه، وان شاء الله هيكون في عرض اكتر واكتر باذن الله من خلال الجروب بتاعنا ومن خلال قناه اليوتيوب باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين الراجل ده على فكرة جزء من الفيديو اللي هو عامله. طبعا في فيديوهات تانية بتبقى كل العربية مش لها فيديو واحد بس، في اكتر من فيديو للعربية، والفحص موجود اللي هو فحص الجهاز الديجيتال مش فحص القلم، تمام. فحص الجهاز الديجيتال موجود وكل التفاصيل ان شاء الله. واي حد يحب يتواصل انا ما فيش مشكلة اوصله بالراجل، وباذن الله ياخد التفاصيل اللي هو عايزها بالكامل، المهم تبقى مطمن على الحاجة اللي جاية لك ان شاء الله. طيب عشان الفيديو ما يطولش، زي ما قلنا العداد بتاع العربية 152,000. سعر العربية 3950 دولار. سعر العربية 3950 دولار. أأكد تاني الأسعار للعربيات داخل كوريا، يعني لسه حضرتك هتدفع الشحن وتدفع الجمرك بتاع العربية. العربية اللي بعد كده هيونداي توسان 2019 اللون الابيض. عداد العربيه دي 120,000 كيلو. نشوف العربيه مع بعض لفه سريعه كده بس تاخد فكره عنها عشان الفيديو برضو ما نطولش على الناس، وزي ما قلنا التفاصيل من خلال الخاص. ما شاء الله العربيه ما فيهاش مشاكل. هي حلت النمر طبعا لان هي للتصدير دلوقتي، جاهزه للتصدير. العربيه
زي ما حضراتكم شايفين الفحص بتاعها موجود. شوفوا العربية مناسبة، يعني ان شاء الله تكون مناسبة لبعض الناس، خصوصا بالنسبة لايه، للاسعار المعروضة. نقدر نقارن الاسعار المعروضة برضو بالمواقع زي انكار، زي كي بي، زي موقع ام بارك. كل المواقع دي تقدر تقارن الاسعار، وزي ما قلت لحضراتكم نشارك بعض الرأي، وان شاء الله الامور تكون خير. طيب سعر العربية دي كام؟ سعر العربية 15400 دولار. سعر العربية في كوريا 15400 دولار. العربية اللي بعد كده اللي قدامنا دي كيا سبورتاج 2023. طبعا العربية دي تنفع كويس جدا للناس اللي هي نظام المبادرة. العربية ما شاء الله نظيفة قوي، العربية فول كامل تمام. العداد 1400 كيلو تقريبا او 14000 كيلو مش متذكر، بس هي عموما عدادها قليل يعني. اللي صاحبها القديم واضح انه محافظ عليها جدا، بلاستيكات على كل حاجه زي ما حضراتكم شايفين اهون. حتى الفرش الداخلي بتاعها ما شاء الله، الفرش الداخلي صارف عليه كويس جدا، محافظ على عربيته، عشان برضو ان دي عربيه غاليه مش رخيصه تمام. دي اعتقد تبقى اكتر لمبادره المصريين في الخارج او اخوانا ذوي الهمم اللي يحتاجها. هي متاحه برضو لانها اقل من 1600 سي. عربيه الجنوط الجديده ما فيهاش اي مشاكل ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين الشنطه بتاعتها. مش هطول مع العربيه دي شويه لان عايز اوريكم الفرش الداخلي بتاع العربيه عامل ازاي. ان شاء الله مصروف عليه، مصروف عليه يعني حتى مش بتاع الفابريكا بتاعها، ده بيبقى زياده حاجات زي الحاجات اللي هي الدواسات دي، زي الدواسات الداخليه الالوان دي، زي الحاجات اللي هي جنب الكراسي دي. واظن هو في الفيديو الفحص هتلاقي الاخ ابو المؤيد موضحها كويس جدا. بسم الله ما شاء الله، عربيه حلوه، ربنا يبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. طيب سعر العربيه دي كام عشان ما نطولش زمن الفيديو؟ زي ما قلت التفاصيل على الخاص. سعر العربيه دي طبعا هي طالعه شويه باعتبار موديل 23 وسبورتاج، 27500 دولار. سعر العربيه تاني 27500 دولار. ايه اللي معانا تاني؟ معايا هيونداي فوليستر موديل 2013. نشوف العربيه كده. بالمناسبة عداد العربية دي 38000 كيلو. العربية فتحة سقف زي ما حضراتكم شايفين. العربية عدتها 38000 كيلو. العربية ما شاء الله من بره شكلها حلو جدا. الفوليستر أنا دايما برجحها من العربيات اللي هي يعتبر مش الكبيرة، يعتبر صغيرة حجما، يعني على الشباب كمان أكتر بتبقى أفضل كتير يعني. عربية مفيش فيها أي مشاكل إن شاء الله. الشنطة بتاعتها مناسبة. لو واخد العربية من جوه هتلاقي شكلها حلو برضو، مظبوطة يعني مش فيها مشاكل. حتى مجرد ان احنا نشوف العربيات دي اكيد بيفيدنا، ان احنا حتى لو بنشوف مثلا على انكار نقدر نقيم الاسعار، هل الاسعار غاليه ولا رخيصه. العربيه بصمه خارجيه طبعا واضحه جدا اهيا. عايز اوريكم بس فرش العربيه من الداخل، ان العربيه نظيفه والبيانات بتاعتها واضحه. زي ما حضراتكم شايفين مفيش مشاكل من العربيه. طيب سعر العربيه دي كام؟ سعر العربيه 4100 دولار. سعر العربية بعداد 38000 كيلو 4100 دولار.
يعني لما نحسب العربية دي مع الشحن مع الكلام ده ممكن تدخل 5000 مثلا ونص، 5600 دولار. يعني اعتقد لما نقول في 50 يعني تخش 270 280 الف على الاسعار الايام دي. ما اعتقدش ان الاسعار دي غاليه يعني. والراي الاول والاخير ليكوا طبعا. العربيه اللي معانا بعد كده كيا سول 2009. العربيه فتحه سقف. شوف العربيه كده، العداد بتاعها تقريبا 126 الف كيلو، 126 الف، معذره اذا كان الرقم ما وضحش، 126 الف. اعتقد مناسبه، فيها بعض التغييرات، هيبان لك في فيديو الفحص ان في حاجات متغيره فيها، في بعض الملاحظات طبعا فيها نظرا لان العربيه موديل 2009 يعني. طبعا الملاحظات دي لك مطلق الحريه في الاختيار يعني. العداد بتاعها 126 الف، لونها كريمي مش ابيض. اللون ده طبعا الناس كتيره بتحبه في مصر، وعلى فكره اللون ده مناسب جدا مع التراب مع الكلام ده، ما بيبانش فيه الوساخه قوي يعني، افضل كتير من الالوان الغامقه زي الاسمر والكلام ده. عربيه معقوله بالنسبه للسعر بتاعها، وهقول السعر بتاعها في نهايه الفيديو، في نهايه الجزء بتاعها. ناخد فكره بس عن العربيه من الشنطه، من الحاجه بتاعتها. فيها ستاير زي ما حضراتكم شايفين اللي موضحها، يعني كان محافظ يعني اللي كان شغال بيها، اللي كان عاملها محافظ. تلاقي فيها اضاءه داخليه، في شغل كده معمول زياده. يبقى ربنا يبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. عربيه بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب فيها. زي ما حضراتكم شايفين الاضاءات الداخليه الكلام ده. العداد زي ما قلنا حوالي 126,000 و 125,000 وكسر، احنا قلنا 126,000. طب سعرها كام؟ سعر بالظبط في كوريا 3000 دولار. السعر في كوريا 3000 دولار، هيتفضل لها الشحن والجمرك. يعني توصل على 4.5 4,300 والجمارك والكلام ده، ممكن تخش في 4000 دولار ونص. اعتقد تبقى مناسبه لناس كتيره مع الاسعار الحاليه، وربنا يبارك لصاحب النصيب ان شاء الله. العربية اللي معانا بعد كده كيا فورتي موديل 2010، اللون الأبيض. العربية بصمة وشاشة. شوف كده لفة على العربية. فورتي من العربيات المطلوبة كتير، وخصوصا ان قطع غيارها متوفرة ومعقولة بالنسبة للسوق المصري. عربية ما فيهاش مشكلة من بره. طبعا عشان زمن الفيديو ما يطولش، طبعا اللي قلنا الفيديو بتاع العربية على الخاص. سعر العربية دي 3800 دولار، سعرها في كوريا 3800 دولار. اللي طبعا التفاصيل زي ما قلنا موجود. للاسف هو العداد ما عرفتش اجيبه من الفيديو قوي، ولسه هبقى اساله عليه، او ان شاء الله من خلال التواصل هنعرف العداد بتاع العربيه كام برضه، عشان الناس يبقى كل حاجه واضحه والامور الناس كلها فيها شفافيه باذن الله. العربية اللي معانا بعد كده بقى الوحش الألماني زي ما بنقول، مرسيدس سي 200 1600 سي سي. بالمناسبة العربية دي ديزل فول كامل. تمام. العربية دي أنا مش هلف في الفيديو كتير، أنا بس هخليك تشوف العربية من بره كده. طبعا التفاصيل بتاعتها بالكامل هتكون على الخاص. زي ما قلت العربية 1600 سي سي ديزل. سعر العربية او العداد بتاعها الاول، العداد 158 الف كيلو. عداد العربية 158 الف كيلو. سعر العربية 12200 دولار. في كتير بيسألنا على الالماني، في متاح الماني في كوريا، بيبقى حاجات زي دي بتبقى لقط بقى. المرسيدس طبعا يعني مش محتاجه كلام اساسا، يعني المرسيدس الالماني او البي ام دبليو مش محتاجين كلام، زي ما بيقولوا وحش العربيات زي ما بنقول. طيب ايه معانا بعد كده؟ اخر عربيه معانا بالنسبه للفيديو ده اكس دي 2006، اللون الابيض. طبعا هيونداي افانتا اكس دي 2006.
العربية فيها بعض الملاحظات من قبل ما افتحها، ولكن لما نبص العربية موديل 2006 بالنسبة للسعر اللي هقوله وبالنسبة للملاحظات اللي فيها أكيد تبقى مناسبة مع ناس كتير من إخواننا ذوي الهمم، وخصوصا مع الغلاء اللي حاصل والسعر بتاع العربية. مبدئيا سعر العربية دي في كوريا 2100 دولار. 2100 دولار يعني في معدل 120 ألف جنيه مصري. اما تحسب الشحن والجمارك توصل مصر ممكن على اعتقد ممكن ما تكملش 200 ألف. انا شفت امبارح عربية لادا معروضة مكتوب بيتكلم في 200 ألف يعني. والله الرأي الأول والأخير لحضراتكم، وإذا كان في أخطاء مني يا ريت أسمع رأيه. دي لقطة سريعة عن مجموعة سيارات اللي جات لنا من الأستاذ أبو مؤيد الكوري، أحد التجار الأردنيين موجود في كوريا، وراجل من التجار اللي اسمه معروف، وراجل مشكورا هو اللي تواصل معايا على الخاص، وهو اللي أبدأ إنه يدعم الجروب، وبعدين الناس اللي متابعة معانا على جروب التليجرام أكيد الراجل اللي حتى ما في أي استفسارات أو الكلام ده الراجل كتر خيره بيرد علينا. وأكيد إحنا بنستفاد من عرض العربيات دي حاجتين. أول حاجة إذا أنت عايز تشتري وعجبتك عربية منهم ومناسبة ليك تمام، خد قرارك براحتك. نقدر نقدر نجيب العربيه دي بالسعر اللي هو موجود ده اللي انا اعلنته في الفيديوهات، والفحص بتاعها نقدر نشوفه والكلام ده. الحاجه الثانيه برضو بنقدر نقيم رينج الاسعار الموجود في كوريا في السوق. ده راجل بيبيع عربيه مثلا بسعر كذا، جيت انت تشتري من تاجر حتى لو مش من الجروب، جيت تشتري من تاجر بعد كده مثلا تشتري ام دي، ماشي، انت شايف الام دي هنا سعرها كذا وهو مثلا بيبيعها لك بسعر كذا، تبدا بقى انت تقارن. ابسط الامور انت خدت مجموعه معلومات هتفيدك اكيد في شراء العربيه بتاعتك. اتمنى ان يكون فيديوهاتنا مفيده. لو انت شايف ان فيديوهاتنا مفيده ارجو الدعم، لايك والشير والسبسكرايب، واي استفسارات ان شاء الله انا معاكم على جروب التليجرام او الخاص بالنسبه للتليجرام بتاعي. ان شاء الله هحط لكم في التعليقات لينك جروب التليجرام ولينك الخاص بتاعي اول تعليق بالنسبه للفيديو. اي استفسارات ان شاء الله معاكم، واي حد عايز يتواصل مع التاجر في كوريا ان شاء الله هيكون معاكم، وباذن الله الفتره الجايه هيكون معانا تجار تانيين غير الاستاذ ابو مؤيد مشكورا طبعا، هيكون معانا تجار تانيين مشكورين طبعا. انا اتفقت معاهم وهنخليهم تباعا كده، كل واحد هيعرض اللي هو يعمله للجروب. باذن الله في الفتره الجايه هيكون في فيديو جديد عن تاجر جديد وعن عربيات جديده. استنونا وتستمروا معانا، وان شاء الله تجدوا كل خير من خلال الجروب باذن الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.